تعالوا نعمل النهاردة الفراخ الاندونيسي بتتبيلة تحفة وسريعة، بدون نقع وبدون بصل وبدون طماطم، وهتطلع دايبة وجامدة جدا. شايفين الجمال ما شاء الله؟ وشايفين الرز، شوية رز تحفة وشوية فراخ دايبة دوب. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنحتاج زبادي، تقريبا كوبايتين من الزبادي او كوباية كبيرة، عليها معلقة من بهارات الفراخ، عليها رشة من القرفة، عليها رشة من الزعفران، ورشة من الصويا صوص، وبقى معلقة من البصل البودر، معلقة من الثوم البودر، وعصير ليمون. ونقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، ندوب المكونات مع بعضها مع الزبادي. وبعدين نروح نجيب ملح وفلفل اسمر، طبعا اساسي معانا في الوصفة، انا نسيت اضيفهم من البداية. ونجيب الفراخ بتاعتنا وننزل بيها في التتبيلة دي، ونبدأ بقى نشرب الفراخ بالتتبيلة حلو جدا جدا زي ما احنا شايفين. لازم نتأكد ان كل حتة في الفراخ مدهونة من التتبيلة، من فوق ومن تحت ومن كل حتة، علشان نتأكد ان كلها اتبلت. وبعد كده نجيب بطاطس صغيرة، هنا بطاطس عندي صغيرة فنزلت بيها كده بحالها، ما قطعتهاش. ولو عندكم بطاطس كبيرة ممكن نقطعها مكعبات. وبرده ندهن البطاطس بالتتبيلة علشان تاخد نفس الطعم. وبعدين نجيب ورق فويل، ولازم بقى نغطيها كويس جدا، غطا محكم. لو الصينيه بتاعتك ليها غطا بيدخل الفرن اوكي، يبقى زي الفل. لو ما فيش لازم تغطيها بورق فويل، بس لازم تقفلي عليها حلو جدا. وبعدين ندخلها على الفرن على اعلى درجه حراره في الرف الوسطاني. هنشغل من فوق ومن تحت، لو بتشتغل عندكم الفرن من فوق ومن تحت مع بعض. لو ما بيشتغلش هنشغل تحت لحد ما تستوي كده. كده خلاص استوت، هشيل بقى الورق الفويل وهبدأ اديها وش تحمير. شايفين التحفة تحفة؟ وناخد بقى من الصوص والدهون بتاعتها، مش هندهنها احنا من البداية، مش هنحط لها سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص، صحية مليون في المية. هناخد بقى من الصوص اللي نزل ده ونبدأ ندهن الفراخ بتاعتنا علشان نديها اللمعة الحلوة زي ما احنا شايفين كده. وكده خلاص نبدأ بقى نجيب الرز بتاعنا ونحطه في الصينية، ونبدأ نجيب الفراخ ونحطها فوق الرز كده، ونجيب البطاطس برضو ونوزعها على صينية الأكل كده زي ما احنا شايفين. وكلوا أجمد فراخ بجد. وهنعمل معاها شوية تومية أو ممكن نعمل دقوس براحتكم. هناكل شوية فراخ تحفة ودايبة جدا جدا جدا، بجد خطيرة. وبس كده خلاص، وباي باي.